نشوف محافظة الغربية أخبارها إيه في تاني يوم العيد وزميلنا محمد عوف. نعم مشاهدينا الكرام، تتواصل الاحتفالات في محافظة الغربية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. في محافظة الغربية نرصد أجواء الاحتفالات في كافة المدن والمراكز، حيث تتواصل يتوافد الكثير من المواطنين على الساحات والحدائق العامة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك. ونحن الآن داخل حديقة الأندلس في مدينة طنطا، حيث يتوافد الكثير من المواطنين للاحتفال بالعيد. وهنا معنا أولا لقاء مع الدكتورة مروة أحمد مديرة الحديقة. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب يا فندم، واهالي محافظة الغربية كلهم طيبين وبخير وعيد سعيد عليهم كلهم. كل سنة وحضرتك طيبة. لو اتكلمنا بقى عن التوافد المواطنين شكله عامل ازاي، والحديقة ايه ظروفها النهارده؟ والله في توافد من الجمهور من الصباح الباكر من حوالي الساعة 7 صباحا، وفي توافد من الجمهور بمعدل كويس، وفي تواجد أمني من الصباح الباكر متواجدين معانا في تواجد أمني بشكل مكثف داخل الحديقة، لأن الحديقة تم تسليمها للقوات المسلحة في شهر 5 اللي فات ده عشان تبدأ عملية التطوير، وفعلا بدأ تنفيذ عملية التطوير داخل الحديقة وجاري عملية التطوير إن شاء الله. على امتى ممكن تخلص ان شاء الله التطويرات ديت ويبتدي يستقبل الناس اكتر؟ يعني في خلال 7-8 شهور تقريبا بأمر الله. طبعا هيتم بقى تطويرها واضافه بعض الحيوانات الجديده وتدعيمها ببعض الزهور ايضا. طبعا هيتعمل فيها حاجات جديده ان شاء الله لاهالي محافظه الغربيه، هيتم اضافه حيوانات جديده، وهيتعمل فيها برك لفرس النهر وبركه لبحيرات البجع، وهيتعمل فيها تغيير جديد خالص. هتبقى ان شاء الله حاجه تليق بمستوى اهالي الغربيه وبحدائق الحيوان، ودي حاجه احنا بنشكر عليها معالي وزير الزراعه ورئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه اللي هو ابراهيم محروس، وبنشكر اللي هو محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه اللي في عهده تم الالتفات والنظر لحديقه حيوان طنطا بعد اهمال دام سنوات طويله. بشير الى ان حديقه الاندلس هنا تعتبر هي المتنفس الاساسي والوحيد في محافظه الغربيه للمواطنين. هي تعتبر حديقه حيوان الاندلس هنا وهي في موقع استراتيجي في محافظه الغربيه، متنفس لاهالي الغربيه اللي هو الطبقه الفقيره والطبقه المتوسطه، لان ما فيش في محافظه الغربيه تقريبا ما فيش فيها اي متنفس للطبقه دي من الشعب غير حديقه حيوان الاندلس في طنطا. بشكر حضرتك جدا، كل سنه وحضرتك طيبه. التقينا مع بعض الاسر هنا في الحديقه. الاول بتعرف بحضرتك؟ محمد الزهيري. كل سنه وحضرتك طيب. لو تكلمنا بقى عن اجواء الاحتفالات اليوم ايه وقضيت العيد ازاي؟ كل سنه طيبين جميعا وعلى الامه الاسلاميه كلها بمناسبه العيد الاضحى المبارك. والله النهارده اجمل يوم اجمع فيه عيلتي واسرتي، وان احنا نيجي نقعد هنا من اول النهار، والحمد لله في اقبال جميل النهارده الحمد لله. وانا سامع ان القوات المسلحه ان شاء الله هتقوم بتجديدات وكده هي والمحافظه، وان شاء الله كل سنه طيبين جميعا على اسر قناه اليوم ان شاء الله. طيب ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. قضيت العيد ازاي النهارده وامبارح؟ والله الحمد لله، ربنا يخلي مصر كلها والعيد سعيد ان شاء الله، وربنا يجمع المصريين كلهم على الفرحه، ومصر امنه الحمد لله والشكر لله، وعيد على كل المصريين يا رب، يجمع عيال المواعيد كلها وينصر الاسلام والمسلمين في كل زمان وكل مكان. ونواصل الاحتفالات في محافظه الغربيه بعيد الاضحى المبارك. اتعرف بحضرتك؟ اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب. قولي لي قضيت العيد ازاي هنا؟ قمنا صلينا العيد، ضحينا ورحنا عيدنا على قرايبنا وكده واتفسحنا، وجينا النهارده بقى غيرنا جو في حديقه الاندلس، والعيد جميل وكل سنه وكلكم طيبين. كل سنه وانت طيب. وانت حضرتك قضيت العيد ازاي؟ احنا صلينا الحمد لله ورحنا عيدنا على قرايبنا، وكل عام وكل الامه الاسلاميه بخير والشعب المصري بخير ان شاء الله. ازاي بقى بتقضي العيد مثلا الاضحى كل سنه، وهل في اختلاف السنه دي عن كل سنه؟ السنه دي مقضيها مع جوزي وولادي، وجينا هنا النهارده نتفسح في الجنينه ونتفرج على الحيوانات والحمد لله. شكرا جزيلا. كل سنه طيبه. نعم، كانت هذه اراء بعض المواطنين في محافظه الغربيه حول الاحتفال بعيد الاضحى المبارك في ثاني ايامه. والان عوده الى الاستوديو. كل واحد في العيد بيبقى له فعلا المناسك الخاصة بيه، لكن يبقى ان في عيد الأضحى المبارك او في عيد الفطر او عموما الأعياد بيبقى فيه دايما كده أشياء مشتركة: صلاة العيد، الأضحية، زيارة الأقارب، وبعد كده بقى نشوف ايه اللي يجد على الحياة.